السلام عليكم الإخوان، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم غنوريكم طريقة باش تشدوا المواعيد ديال لاكارت ناسيونال ديالكم بلا ما تمشيو للوكالة ويخلصوا عليكم ديك 20 درهم ولا 30 درهم. عمرها غير من التليفون ديالك ولا من الحاسوب. نفس الطريقة تبعوا معايا. غادي نخلي لكم الرابط ديال الموقع في أول تعليق مثبت أو في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم أيضا حتى الوثائق المطلوبة. ملي غتدخلوا للسيت غتلقاو تما رابط مباشر لهذا الموقع غيديكم هنا. كتختار هذا الاختيار الأول، من بعد كتجي كتضغط هنا أوافق على شروط العمل لاستخدام. هنا عندك طلب تجديد البطاقة. هنا عندك طلب البطاقة لأول مرة، يعني الناس اللي غيديروا أول مرة لاكارت ناسيونال، هنا اللي غيديروا التجديد ولا تودرت لهم. كتجي كتختار هذا الاختيار غيديك لهاد لاباج هنا. أنا كنت عمرت المعلومات باش ما يدينيش بزاف ديال الوقت. كتجي هنا كتختار سبب طلب التجديد. عندك تجديد حالة تلف سرقة فقدان، مثلا حنا انتهت الصلاحية ديالها غادي نديرو التجديد. هنا كتجي كدير النمرة ديال لاكارت ناسيونال، هنا التقنية ديالك، هنا الاسم ديالك بالفرنسي كتعاودهم هنا بالعربية، هنا الجنس ذكر ولا أنثى، هنا تاريخ الإزدياد ديالك، هنا بلد الإزدياد كدير المغرب، العمالة أو المدينة ديالك، مثلا أنا عندي الناظور، الجماعة الإزدياد في أزغنغان، هنا كتعاودهم بالفرنسي أزغنغان الناظور، مكان الإزدياد هنا كنعاودهم بالعربية، هنا الجنسية الأصلية المغرب، نوع المهنة كل واحد يختار المهنة اللي عنده، راه كيعطيك الاختيارات هنا. أنا مثلا درت بدون. هادو كيتعمروا اوتوماتيك ملي كدير بدون. الا درتي شي مهنه اخرى خصك تعاودها هنا وتعاودها هنا بالفرنسي. من بعد كتجي كدير التالي. هنا كدير سنه تسجيل بالحاله المدنيه، مثلا انا عندي في سنه 2000 الرقم الحاله المدنيه 10. هاد الارقام كتلقاهم اما في الازدياد او لا في الظهر ديال لاكارت ناسيونال بالنسبه للناس اللي كيديروا التجديد، اما لاول مره غتلقاوها في الازدياد ولا في الحاله المدنيه. هنا كتجي كدير الوضع العائلي، عازب ولا متزوج ولا مطلق وإلى آخره. هنا كدير التالي، بلد الإقامة المغرب، عمل أو مدينة الإقامة الناظور، يعني العنوان اللي راك ساكن فيه دابا، مثلا هنا جماعة الناظور. هنا كتجي كدير العنوان كما مكتوب عندك في لاكارت ناسيونال. إلا تبدل خصك دير العنوان اللي داروا لك في شهادة السكنة اللي ديتيها من الكوميسارية ولا الدرك الملكي. هنا كتعاودها بالفرنسي. من بعد كتجي كدير التالي. هنا كتعمر الاسم الشخصي ديال الأب ديالك، الاسم العائلي ديال الاب ديالك بلاش ما ديرو، يعني هادو اللي عليهم هاد العلامه اللي ضروري خصك تعمرهم. الاسم الشخصي للام ضروري، الاسم الشخصي للجد من الاب ضروري، ومن الام عاود ضروري كتكتبهم بالفرنسي او العربيه، اما التكنيت ديالهم بلاش. من بعد كتجي كدير التالي، الرقم ديال الهاتف ديالكم باش يصيفطوا لكم ميساج ملي غتكون لاكارت ناسيونال ديالكم واجده، ولا الايميل ديالكم. من بعد كدير التالي. هنا هل تريد تحديد موعد؟ نعم. مركز الإيداع أين بلاصة؟ مثلا مركز تسجيل المعطيات التعريفية الناظور. كتجي كدير التالي، يعني كل واحد غيطلع له على حسب المعلومات اللي عنده في، يعني فين هو غيمشي يدفع. المهم التاريخ اختار التاريخ. هنا كتجي مثلا واصل هما 14 الخميس عامر، أنا عندك 15 كتجي في نهار الجمعة، ها هما الصباح كامل عامر. أقرب موعد كاين مع 15 و 45 16، مثلا نختار أنا هذا. كل واحد يختار التاريخ اللي مناسبه والنهار اللي مناسبه والساعة اللي مناسبه. كنديرو التالي. من بعد كتجي كدير التالي مرة أخرى، كيعطيك هاد المعلومات اللي عمرتي كاملين خصك تفيريفيهم، تشوفوا واش درتي فيهم شي غلط ولا لا. ملي كتكون كتفيريفي كتلقى كلشي هو هذاك، كتجي كدير الحفظ، وتقدر تامبريمي ديك الورقة تيليشارجيها عندك، فيها جوج الأوراق، تمشي تامبريمها من المكتبة ولا بشي بلاصة وتمشي في هاد المواعيد اللي شديتي. مثلا الموعد الخاص بك أنا عندي مثلا 15/5 على الساعة 4، يعني مع 4 نيشان أنا غادي نمشي عند الكوميسارية ندخل ديريكت، يعني بلا ما نشد الصف ولا نبقى نستنى. يعني هاد الساعة اللي عندي هي هاديك اللي غندخل فيها ندير البصمات ديالي، وفي الأسبوع راه كتخرج لكم لاكارت ناسيونال. المهم رابط الموقع في أول تعليق ولا في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم حتى الوثائق المطلوبة. وبالتوفيق للجميع، وخلي شي لايك وتعليق زوين، وشكرا لكم الخوت.